بعد ما اتكلمنا عن احدى شخصياتي المفضله من مجله فلاش وهو المواطن المطحون منسي، حبيت ان انا اتكلم اكتر عن بقيه شخصيات فلاش. فالنهارده انا جبت لكم اكتر شخصيات بحبها من مجله فلاش. بس قبل ما نبدا يا جماعه احب اشكر استاذ خالد الصفتي لان هو بنفسه شاف الحلقه اللي فاتت، فاحبكم تسمعوا رايه في الحلقه بنفسكم. ازيك يا عمر؟ طبعا تسلم ايدك. فيديو جميل جدا جدا وفي تحليل للشخصية، يعني تحليل ما حدش عمله قبل كده. وفعلا الفيديو عجبني قوي. فبس شكرا لاستاذ خالد على دعمك وتشجيعك ليا، وشكرا على العالم الجميل اللي مليان شخصيات اللي بنستمتع بيها لحد النهارده. ويلا بينا على طول نبدا. بصوا بقى، مبدئيا اركنوا كل الاسلحه النوويه والدمار الشامل اللي عارفها عالمنا. عيون نظير دي في حته تانية. نظير يقدر يحسد اي حد واي حاجه في اي مكان وفي اي وقت، حرفيا اي حاجه. يعني ممكن يحسد حرامي مثلا داخل يسرقه علشان فتله شعره ناعمه، او يحسد ماريو عشان بشرته صافيه، او مثلا يحسد بياع التين شوكي عشان مش بيتشوك من التين وهو بيقشره. دي حاجه تتحسد فعلا. نظير بيطلع من عينه اشعه ليزر بتفلق الحجر، ودي مش مبالغه، انا مش بهزر، هو فعلا بيفلق الحجر بعينه. ده بيت ميدو ده حلو قوي. ده كل حاجة نظيفة. ياه، النجفة دي بتلمع قوي. ممكن يتصدى بيها قدام جيش كامل ماسكين سيوف الليزر بتاعت ستار وورز ويخلي منظرهم كانهم جايبينها من سوق التلات. فاحب اقول لك يا صديقي العزيز، احذر التعامل مع نظير. يعني حتى وانت راجع من المدرسه او الشغل وشك مطرب وتعبان وعليك هموم الدنيا والاخره، ممكن برضه يحسدك، فاحذر. حلو قوي اللعبة دي. شكلي محتاج ازود ساعات التمرين عشان اجيبها من اول مرة. ايوه، قلتش حاجه انا بقى. اسكت يا ده هو اللي بيقول. الشخصيتين اللي جايين هما الكابتن غريق والبحار الغبي. دول بقى ثنائي اغبى من بعض. عارفين توم وجيري؟ طبعا عارفين جامبل وداروين؟ أن كارمن أفضل من أنايس عندما تقلد الكلب. عندما ماذا؟ عندما تتكلم وتصبح هكذا. طبعا عارفين بسيط وسبونج بوب؟ هذا مقرمشات سلطع؟ لا، هذا بسيط. لست مقرمشاتي سلطع. بسيط، هذا اسمه المطعم. الاتنين دول غطوا عليهم كلهم في الغباء. كابتن غريق واللي اسمه مش مبشر بالخير خالص. اي نعم ممكن تشوف كابتن غريق شويه ان هو ذكي، لانه دايما بيزعق للبحار اللي معاه اللي اسمه ذكي ومسميه دايما البحار الغبي. وده مش معناه برضو ان ذكي لا، ده ذكي غبي، وذكي ده اسمه عشان الجمله اللي فاتت دي مش مفهومه ابدا. لا، هو ذكي برضو غبي، بس هو يعني هو اسمه ذكي. يا جماعه انتوا فاهميني ولا ايه؟ ولا انتوا تهتوا مني؟ يعني دايما كابتن غريق شايف نفسه اذكى من البحار، مع انهم هما الاثنين الصراحه يتحطوا في سله واحده. واللي على الخريطة ده برج بيزا. بيزا، عشان كده بيقولوا فطاير البيزا الإيطالي. عاوزك تروح هناك وتاخد له صورة. سهلة دي. شايف العلامة الحمراء اللي في الخريطة دي؟ لما تقرب منها تعرف انك وصل. اعتبر الصورة عندك. 2000 years later. انت ايه اللي طلعك هنا؟ مش قلت لك تصور البرج؟ ما انت قلت لي عند العلامة الحمراء دي هي. طب ما احنا عند العلامة الحمراء دي هي. ازاي يا كابتن؟ ما انا عمال ابص من كل السبابيك ما لاقيها. اهي العلامة الحمراء في وشك اهي. ذكي لسبب ما بقى بحسه من فصيله غير البشر هو واهله كده. يعني وشه عامل زي موزه ميته. طب ليه صوته عامل كده والدغ في نص الحروف الابجديه تقريبا؟ مش عارف برضه. هو كائن كده ملوش لازمه، رغاي بيعمل مشاكل ومش بيعرف يحل منها حاجه. بس انا شكلي تحملت على الواد يا جماعه شويه، صح يعني؟ طيب تعالوا بقى انا اتحمل على كابتن غريب. كابتن غريب بقى عامل زي مديرك الغبي اللي شايفك انت وزمايلك اغبى ناس في الكون، وهو اللي دماغه تتوازن بالذهب. لا ده مش بس كده، ده بيشيلك مسؤوليه حاجات انت وهو عارفين انك مش قدها ومش هتعملها، ولما ما تعملهاش وتفشل بيغلطك انت ويخصم منك مرتبك ويخليك تلعن اليوم اللي عرفته فيه. انا لازم اهدى شويه، صح؟ نهايه الفقره الحزينه. الفرق بقى بين ذكي وغريق وانت ومديرك ان ذكي يا عيني اغبى من انه يستوعب موقفه قدام كابتن غريق. كابتن غريق اغبى من انه يكون شرير زي مديرك. وبما ان الاثنين اغبى من بعض، عشان كده في بعض اللحظات بيضطروا ان هم يعترفوا بغبائهم، فده بيطلع منه شويه مواقف انسانيه تبين لك العلاقه الصداقه اللي ما بينهم التي لا يمكن ان يفارقها احدا ابدا ابدا ابدا. مش عارف عرفت كتاب العربي ليه كده. جاب وشك على الحجرة دي. ده شبه جدي البحار الكبير زيكو مزازيكو. جدك؟ تصدق انا فاكر انه مرة حكالي حاجة عن جزيرة وقبيلة. كورتاتا تينو ها. مش كورتاتا تينو ها دي بتاعت الاكل؟ شكلهم عاملين وليمة. ما مش عارف حران ليه كده. الدنيا صيف بقى. اجري اجري يا زيكو اجري.
الشخصيه اللي بعدها وهو خليل البخيل. طبعا احنا اتكلمنا عنه شويه الفيديو اللي فات، بس هو محتاج شويه كلام اكتر يعني عشان نشويه كده، نشويه شوي. بصوا يعني طيب المهم يعني انه بيحب الفلوس قوي وبخيل جدا. ده اسمه خليل البخيل، انتم يعني فاهمين؟ هتقولي طيب يعني ده كل حاجه عنه، هو هيجي ايه جنب عم دهب اللي بيعوم في الفلوس وسايب عيلته المسكينه مع بطوط المتخلف، ولا مستر سلطع اللي ضحى بسبونج بوب قبل كده عشان قرش واحد؟ انا اقول لك انك اخطات يا عزيزي المشاهد، لان خليل ولا هو معاه فلوس اصلا عشان يقدر يعوم فيها وفي نفس الوقت سايب عيلته، ولا هو محتاج يضحي بحد عشان الفلوس، لانه هو فعلا مضحي بعيلته كلها. يعني اهم حاجه عنده الفلوس وخلاص، حتى لو هو مش معاه الفلوس دي وعايشين في بيت من ايام العصر الحجري. يعني بيت الراجل ده اسوأ بيت هتشوفه في حياتك. شفت قصر عم دهب او بيت مستر سلطع البيوت الكبيره الجميله دي؟ تعالى هنا بقى الخليل، شقه تمام، عفشها قديم مش مشكله، مطربه وقديمه ومعفنه، مراته قرفانه من وشه على طول بتشتكي، ولاده بيكرهوه بسبب انه مش بياكلهم، مش تمام خالص، عيلته كلها بخله، هو ابخل واحد في عيلته، العيله كلها بتتغدى بيضه واحده في الشهر. مش تمام خالص، ده مش تمام، دي مصيبه. المهم ان لو حد سالك مين ابخل شخصيه في عالم الكرتون، قول لهم خليل البخيل وانت مرتاح. انت يا ست انت يا مبذرة، الستات اللي زيك سبب الأزمات الاقتصادية في العالم كله. جايبها لي 11 رزاية يا مفترية. ليه عاملين عزومة؟ مش قلت 100 مرة الغدا 10 رزات بالكتير، وكل ما تقللي أكتر أحبك أكتر. فكرة سريعة. توتو عضلات، معضل وبيحب الجيم ومتنمر جدا، ولسبب ما لابس زي الحرامية في فيلم الستينات. شوف بقى، ما هو في واحد هيتضرب، فياريت ينجز عشان ما عنديش وقت. كابتن منسي. هاي كابتن توتو، انت رايح الجيم دلوقتي ولا ايه؟ ايوه رايح دلوقتي. وانا هحصلك، ما تبدأش التمرين من غيري. اكيد يا كابتن. 1 2 3. كده كام يا كابتن منسي؟ 4 مجموعات يا كابتن. برافو منسي، لولاك كنت اتلخبطت في العد. فارس، عارفين العيال اللي بتكون بتتكلم كده وبيكونوا كانهم مش عايشين معانا في نفس العالم، ودايما بيتقال عليهم دول من ايجيبت مش من مصر. يعني بيفطر جرين برجر وبيتغدى دوك ويز محشي ويتعشى جريك يوجرت ويز ميكس بريز. هو ده فارس. ازاي مستوى الحوار ينزل الدرجه دي؟ ايه السوقيه دي؟ طب انا هوريك السوقية على اصولها يا سي فارس. تعالى بقى خد دي. حريص، اكتر واحد موسوس هتشوفه في حياتك. ده بيفطر 4 ازايز كحول طبي وبيستحمى بكلور وبيستخدم ميه نار بدل الكاتشب. وطبعا صاحب الاغنيه الشهيره والمحبوبه انا الصابونه بونا بونا. انا الصابونه بونا 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 بونا، بقضي على الجرثومه سومه 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 سومه، وعشان يبقى عندك معلومه انا والجراثيم في بينا خصومه. الكلمات الجميله دي. 999 مكالمه فائته من حمو بيكو. زي احمد، انا جايب اسم قناه من الشخصيه دي، واظن ده يبين لكم قد ايه انا بحب المجله دي. المهم ده واحد روش قوي، مفيش منه 2 زي كده. نهايه الفقره السريعه. قبل ما نكمل، لو انت واصل لحد هنا معايا ما تنساش تعمل لايك، ويلا بينا نكمل. في شخص زمان كان اسمه حاتم الطائي، وده كان من اشهر شخصيات العرب قبل الاسلام، ودايما اسمه كان بيتقال على حد يكون كريم جدا، واشتهر في التاريخ والاساطير العربيه بانه اكرم رجل في العرب، لدرجه ان الناس بقت بتستخدم اسمه كمثال للكرم، لدرجه ان هو كان بيضحي باي حاجه عشان يكرم الضيوف، وكان بيذبح اوقات الفرس بتاعه اللي هي اغلى حاجه عند العرب زمان لو ما فيش اكل للضيف. المهم عشان ما فيش حاجه بتفضل على حالها وسقوط الدوله العثمانيه وكيس الاندومي بقى ب 15 جنيه واليابان لم تقبل، فالنسخه الالفيناتي منه نصاب وفاشل وبخيل. يعني شفتوا كل ده؟ عارفين النصابين من اول الامير النيجيري لحد مارك همبرجر اهو كلهم نقطه في بحر ذكاء ودهاء حاتم الطائي. حاتم الطائي الوحيد اللي قدر يجمع فلوس لدرجه انه يعوم فيها زي عم دهب، بس المشكله ان هو دايما بيتقفش وكل الفلوس دي بترجع تاني. فده يخلينا قدام حاجه من 2، يا اما حاتم بيطبق على افلام كرتون، يا اما هو افشل نصاب في الكون. حلوه دي، افلام كرتون يكون حلو، تمام يلا. وانا الصراحه برجح الاختيار التاني. ترى ثروتك بقت كام دلوقتي يا واد يا حاتم؟ لما افتح الخزنه كده واطمن على الغله. لا 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 لا، ايه ده؟ انا كده ثروتي كشت خالص، انا كده في خطر. الخزنه دي لازم تتملي بسرعه والا هشهر افلاس.
عارف بقى الشخص اللي بيدعي انه عارف اسرار الكون العليا والسفلى والسفلى، ويجي يقول لك انه قاعد مع رئيس الكوكب امبارح قال له انه هيفتح التكييفات عشان يسقع القطب الجنوبي لانه بيسيح. صاحبك اللي بيفتي في كل حاجه بكل ثقه ويقول ان عنده مصادر موثوقه لكلامه، وفي نفس الوقت ما بيرضاش يقول لك مصدر واحد من دول. شخص عارف كل خبايا واسرار العالم كله، كل العالم. اهو ده علام. علام اللي خلص الكلام، علام اللي طلع عين الاعلام، علام اللي غطى على اي نمام، علام ربط الحزام، علام خلاك في انسجام، علام قفل اللعبه ونام، علام هيمشي من غير سلام. سقفوا العلام يا جماعه. امال انا ماليش اعلان ازاي؟ هاي انت نفسك تجاوب على الاسئله اللي بسببها حياتك متبهدله؟ نفسك تجيب اعلى الدرجات في كل الامتحانات؟ نفسك تبقى قاعد مطمن يوم ظهور الشهادات؟ تعالالي وانا هقولك على كل الإجابات. لو وقف قدامك أي سؤال اعمل حسابك إنك خلاص معاك الحلال. كلمني في أي وقت على 0900، ولو معكش رصيد خلي المكالمة عليا. عايزك تصحى وتفوق حالا مع علام، علشان في ثانية تنسى شكل علامة الاستفهام. كلمني يا صاحبي ولا هو كله كلام في كلام؟ صح كده معايا عشان الدنيا تبقى تمام. مع علام خلاص مات الكلام. لماضة. بصوا يا جماعه انا بتنرفز منه ومش هقول حاجه غير ان هو ليميت اكتر من ناس كتير اعرفهم في حياتي. اكتر شخص ليميت هتشوفه في حياتك. ولو انت ما تعرفش يعني ايه ليميت، فالليميت بيكون شخص جريء جدا ولسانه سابق عقله ودايما ما بيردش اجابات واضحه وبيقعد يلف ويدور. وشفتوا حمقتي دي ده علشان انا بقابل ناس ده اكتر ما بقابل ناس طبيعيه. الرحمه. وشكرا للذكاء الاصطناعي على الشرح ده عشان ما كنتش عارف اقول زيه. مين ده يا ميدو؟ العالم مفهوم. وليه يعني مفهوم بالذات؟ هتفهم بعدين. ويا ترى ليه بعدين؟ ما تفهمني دلوقتي. سرور وعباس، وانا حطيتهم مع بعض عشان هم متناقضين جدا وهم اصحاب اصلا، ومش عارف ازاي، محدش يسالني. نبدا بالكلام على سرور. هو شخص متفائل جدا، تحسه معاه سكريبت الشهر الجاي كده، ولسبب ما الشهر الجاي مش هينقرض فيه البشر، فالدنيا معاه لذيذه كده ومرتاح، ومن كتر الضحك اللي هو ماشي فيه بيضحك على طول لدرجه ان اي كلام بقى مش مفهوم. يا ابني انت بتضحك على ايه؟ ما كنتش عايز العجله. عباس ده بقى العكس تماما. عباس طول عمره عابس حتى وهو في بطن امه، يعني احسه عدى على الحرب العالميه الاولى والثانيه والثالثه واللي جايه كمان. عم ضياء كده في نفسه يعني. ومن رابع المستحيلات انك تخليه يضحك او حتى يبتسم، الا لو كلنا عزمنا تحت في الكومنتات حبنا لعباس ونقول له عباس خلي عندك احساس وابتسم للناس. انا مش عارفه ليه قلب النهارده مغني راب كده. يلا لو وصلت معايا هنا في الفيديو اكتب جمله تحت لعباس وخليه يتبسط ويكون سعيد. يا عباس يا ابني انت لازم تذاكر عشان مستقبلك. مستقبلي؟ وانت يهمك مستقبلي في ايه؟ ما انت لازم تنجح وتتخرج علشان ما بقاش عندي مدرسين يستحملوك تاني. يا عباس يا حبيبي احنا عملنا لك فصل لوحدك وبنغير لك المدرسين كل اسبوع علشان ما ينهروش، وبرضه مفيش فايدة. وبعدين مش عايز تفرح بابا وماما؟ افرح بابا وماما؟ لا، فرحة لا. المهم ان احنا اتكلمنا عن شخصيات كتيره جدا ونسينا الثنائي الاساسي بتاع المجله اصلا، وهو ميدو واخته سوزي. ميدو يعتبر الشخصيه الرئيسيه او الوجه الرئيسي للمجله بما انه اكتر واحد طبيعي يعني لحد ما، وعندهم كلب اسمه هرقل وقطه اسمها هاديه. وصدقوني الاسماء هنا خداعه جدا لان هاديه مش هاديه خالص ولا هرقل خالص. اما اخته بقى فهي تقريبا نفس شخصيته، فهما الاثنين اخوات يعني صباح الفل. المهم انا هسيبني دلوقتي من ميدو وسوزي وخليكم مركزين معايا مع علاقه هرقل وهاديه، لانه بجد دول قصه تانية. يعني دايما يعني بيقعدوا يتشكلوا، ودايما يعني هاديه كده دايسه على وش هرقل بالجزمه. الحقونا اغثونا يا الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، اللهم ارفع غضبك عنا يا رب. وبقيه الحيوانات بتحاول تصلح ما بينهم بس بدون فايده. انا هكتفي بهذا القدر النهارده، وطبعا دي مش كل شخصيات المجله، بس عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، ان مش بس مجله فلاش اللي كتبها استاذ خالد الصفتي، في مجله كمان وهي مجله سماش. سماش تعتبر بنت فلاش الصغيره، او انا صراحه بحب اوصفها بان هي فلاش لو كانت ايام الفراعنه، وكانت الشخصيات فيها الصراحه اسمها بتضحك. فمجله سماش برضو كانت حلوه جدا، بس انا للاسف مش لاقي لها اعداد كتير، فما عرفتش ان انا اجمع عنها معلومات كتير، ودي يا جماعه ازمه كبيره بجد. يعني للاسف اغلب اعمال روايات مصريه للجيب مش متوفره خالص دلوقتي، مش بتتوفر غير في معرض الكتاب بس،
بس، وللاسف معرض الكتاب في القاهره بس، فبقيه المحافظات واللي انا مش من محافظه القاهره فما بقدرش ان انا اوصل للمجلات دي. فمن هنا اناشد مجموعه روايات مصريه للجيب، نزلوا لنا الاعداد دي بقيه السنه واعداد بقيه الروايات الجميله اللي احنا كلنا بنحب نقراها. وفي اخر الفيديو احب اشكر تاني استاذ خالد الصفتي ولدعمه ليا في الحلقه اللي فاتت، وعايزكم يا جماعه كلكم تنزلوا تشكروه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، واللي حابب اتكلم عن ايه الفيديو الجاي. وما تنساش تشوف الفيديو اللي فات بتاع المواطن المطحون. وبس قولوا لي ايه رايكم على الحلقه، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم.